مشاهير التيك توك. مشاهير التيك توك دول ناس إحنا اللي صنعناهم. تعالوا كده نتكلم بالراحة ونفكر كده سوا. مش ملاحظ إن 90% من مشاهير تيك توك في خاص مشترك كده ما بينهم؟ أنا آسفة في التعبير، الردح والألفاظ السوقية والصوت العالي، وطول الوقت في شكل كده معين. أنا مش عايزة أتكلم بالتفصيل، بس الحقيقة إن في شكل كده دايما مش مقبول، شكل كده مش بنشوفه حوالينا كتير. طيب تعالوا نتفق إن في حد ذكي أوي زيادة عن اللزوم حب يزرع الناس دي. يا ترى طالما هو ذكي وزرعهم وقدر يوصل اللي هو عايزه، يا ترى زرعهم بناء على إيه؟ بناءً على فكرة إن الناس دي هتبقى فعلًا مش مقبولة، فأنا وأنت هنستفز، ولمّا نستفز احتمال حد فينا يدخل يشتمهم، ولمّا نستفز احتمال حد فينا يدخل يعمل لهم dislike، ولمّا نستفز احتمال نشيّر كنوع من أنواع اسمحوا لي أقول إن إحنا بنغذي الego بتاعنا لمّا بنشوف حد أقل مننا، وكإننا بنقول لنفسنا أنا أحسن، أنا عمري في حياتي ما أعمل اللي هم بيعملوه. فلمّا أنت تشيّر، والحقيقة إن مهما كانت الإعلانات وضخامة الإعلانات، الناس دي ما بتوصلش بالإعلانات، الناس دي بتوصل بالshare والريأكتات أيًا كان نوع الreact. الحقيقة إن لازم نعترف أنا وأنت وكلنا إن إحنا كان لينا دور واضح جدًا في شهرة الناس دي. شهرة الناس دي على قد سلوكهم الغير مقبول واللي إحنا بننكره دلوقتي، إحنا اللي عملناه. لمّا تفكّر إنّك وقتك بيضيع ويومك بيضيع على تصرُّفات لمجرّد إن عقلك بيقول لك قد إيه أنت أفضل، فتلاقي نَفْسك بتدور في دايرة مُضرّة وما بنطلعش منها غير بذنوب وتعب أعصاب وشَدّة، وتبتدي تكره حياتك وتبتدي تشوف مظاهر ثراء مش منطقية، فتبتدي تحس إن اللي أنت فيه ده مش منطقي برضه. ليه أنا باحاول بقى لي كتير وما عرفتش أوصل زي ما هم وصلوا. وتبتدي بقى يعني أنا مش عايزة أدخل في حتّة إنّك أوقات كتير جدًا بيحصل لك مشاكل عقائدية كمان بسبب إنّك مش لاقي نفس الرزق أو شكل الإبهار في الرزق اللي هم موجودين فيه. أمّا تلاقي حاجة زي كده انسحب منها، ما تشاركش فيها ولو بالسلب. الهجوم مش بيعمل حاجة غير إن هو بيزيدهم شهرة وبيعود عليك أنت بالسلب. لو فكّرت دايمًا فكّر نفسك أنا هاستفاد إيه؟ لمّا تلاقي نَفْسك ما فيش فايدة، حتى فَش الغِل ده مش فايدة، فَش الغِل ده من نوع من لحظيًا كده، وبتلاقي نَفْسك بعد شوية حسّيت بالذنب لإنّك مش المفروض كنت تعمل كده. ما تأذيش نَفْسك بمتابعة الناس دي. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي بابقى اللي بعدها.